السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه واحد المسألة. البارح كنت في واحد اللايف ديال واحد الصديق ديالي، أعزه وأقدره وأحترمه، تنتبادلوا بيناتنا داك الحب والود. لايف تيك توك محترم، تنتكلموا على المسائل العقدية، مسائل في الدين وما جاء في أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتلو البينات من محكم التنزيل. وهذا صاحب الله واحد الرجل اللي نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا. فأنا من ندخل دائما ندخل عنده صديق ديالي كنتبادل، لقيت عنده واحد جوج ديال الإخوان محترمين صراحة وتناقشوا الشهيد السنوار، البطل السنوار، الشهيد هانية، القداسة ديالهم وكذا إلى آخره. أنا من طبعي ما تناخدش الأمور وهي بالصفة الشادة ديالها، ولا سيما بحال هاد المواضيع اللي هي حساسة شوية. أنا قلت له شوف، نحطوا الموضوع ما تنشوفش أنا عند رجلي، تنشوف بعيد. فإلا غادي تاخدني على لي جاه قرا الأفكار ديالي، عندك واحد من جوج، لا ندير إما تقراني وإما ما تقرانيش. فأنا قلت له علاقتنا بالفلسطين علاقة قديمة موجودة في التاريخ، وعطيته المثل، في السياق التاريخي. زين، عطيته مثال ديال صلاح الدين الأيوبي، ولما أرسل له السلطان المغربي كتيبة مغربية و3000 قطعة حديدية فيها رماح والسيوف والنبال وبها باش فتح بيت المقدس، فأدات جمعة طلع المنبر وأثنى على المغاربة ودار حارة المغاربة. هذه القضية اللي القصة معروفة. قال لك لا، احنا ما نبقاوش نهضروا على الماضي، خصنا الحلول الآن، شنو غادي نديروا. قلت له إذا من تنولجوا صلاة الجمعة كمؤمنين ومسلمين، والخطيب المجموعة يتناول ما جاء في أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الكرام، نقولوا لا حبس علينا داك الشيء قديم 12 القرن 14 القرن، اجي يقول لنا الحل دابا ونهضروا. وبغى يدخل لي المسألة ديال هادو أنهم شهداء ومقدسين وخصنا نرفعوا الراية ونديروا ونفعلوا كذا. أنا ماشي ما تقبلتهاش، ولكن مثل هذا الخطاب أنا تنعرفو، فهمتيني، وما تنتميش ليه. ما تنتميش ليه. أنا مصلحة البلاد ديالي هي الأولى، الاقتصاد البلاد ديالي هو الأول، الأمن ديال البلاد ديالي هو الأول، السياسة البلاد ديالي هي الأولى، التنمية في بلادي هي الأولى. عاد نشوف جهة واحدة أخرى بكل صراحة، بغينا ولا كره. ولكن احنا ندين ما تفعله الآلة العسكرية الغاشمة الصهيونية في العزال، أبناء فلسطين الأحرار العزال، ما عندهم لا سلاح لا والو، والتذبيح والتقتيل. شوفوا هذا التنديد، هذا راه كاين من داخل إسرائيل. راه خصها في هذه المسألة تنديد ضد هذه الآلة العسكرية الفاسدة، راه من داخل إسرائيل. العالم كله ينديد، البرلمان الأوروبي تيندد، كلشي تيندد. ما تجيش انت وتدخل ليا في الخطاب ديال الامه العربيه ماذا فعلت مصر؟ ماذا فعل سوريا والعراق والشام كل المغرب فعل؟ ماذا فعل بيتو السمح؟ ماذا فعل فلسطين؟ المغرب فعل كثير في فلسطين، مساندة قديمة ضربة في قدم القدم، وعلاقة قديمة وعلاقة قوية ورباط متين ما بين الدولة المملكة المغربية وفلسطين. ولكن ما بغيتيش تقرا هادشي، ما بغيتيش تشوفه. اذا هذا الخطاب هذا الاخوان، انا اوصي الاخوان على انه الى اعتقدت على ان القداسة والشهيد هذه، هذا خلي اختصاص ديالك. انا نترحم على جميع المسلمين، رحم الله المسلمين جميعا اينما كانوا واينما وجدوا، شهداء أو من غير شهداء. الله تبارك وتعالى أمرنا بهذه القضية، ورسول الكريم أمرنا نترحم على الجميع. وإنما الأمر لله تبارك وتعالى وحده تبارك وتعالى، والحكم لله ورسوله تبارك وتعالى. الشهيد عبد الله العقاوي ماشي شهيد؟ ها؟ محمد بن علي الآتي ماشي شهيد؟ أبو الفضل الحسن السبتي الأندلسي اليحصوبي القاضي عياض ماشي شهيد؟
القائم بالله محمد الشيخ ماشي شهيد؟ نبقى نعد لك في القادة المسلمين الأمازيغ المغاربة اللي رفعوا راية الإسلام وبناو الصرح الإسلام اللي باقيين غاديين عليه إلى يوم الناس هذا، هادو ماشي شهداء؟ ولكن هذا الغلو هذا ماشي لهاد الدرجة. حنا في الرباط وفي الدار البيضاء راه تنخرجوا مسيرات مليونية ضد البطش ديال الآلة الصهيونية الغاشمة متعدية. ها مسيرات مليونية على مرأى العين، تتشوف داكشي وتيديروا في لي زانفورماسيون ديال القنوات ديال العالم كاملين. وراه ماتوا عندنا ناس في المغرب، لا في داخل المغرب ولا في الحدود المغربية ولا خارج المغرب. عمرك شتي عشرات الناس في شي منطقة أخرى هازين العالم المغربي وتيقولوا ينددون وكذا وكذا إلى آخره ضد هذا؟ ما غاديش تلقى. ولهذا الخطاب ديالك او الخطاب ديالكم نتوما اخواننا المغاربه المحترمين، انا تنقصد هاد الاخوان اللي تناقشت معاهم البارح وما عطاونيش مجال باش نتكلم. انا تنتكلم هنا في هذا، لقيت شويه ديال الوقت في هذا المنبر تنتكلم فيه، وربما نكون شوف الانسان يخطئ ويصيب. انا هذا الخطاب هذا تنوجهه الاخوان ديالي والداعمين ديالي والجمهور الكريم الذي احترمه، راه في القناه لا في اليوتيوب عندي ولا في التيك توك، وانا والله لا اعلم شيئا. يعطيونا يناقشوا معنا ويصيفطونا دي كومونتير، ربما احنا نخطئوا وربما نخلنا الصواب، ولكن انا رأيت على ان نقول هذا الكلام هذا هنايا باش يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. وكذلك كان انا شخصيا لا انتمي لهذا الخطاب لا من بعيد ولا من قريب ولا ادعمه. حنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أينما وجدنا، وهذوك المقدسات ديال المسلمين في العالم، أين وجد المسلم المؤمن في العالم مقدسات ديالو ليست حكرا على أحد ولا شي دولة معينة. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبره الشريف أو الكعبة أو مكة المكرمة أو المسجد الأقصى، خص تكون عقلاني في الطرح ديالك. هؤلاء الناس اللي ذكرتي رحم الله المسلمين جميعا ماشي كانوا حراس على هذا المنشآت المقدسات الإسلامية، ماشي هما اللي بناوهم، ولهذا راه عنده ارتباط هذا الشيء. مابقاش تمرر لنا الخطاب بهذه الطريقة هذه في التيك توك لا، الحق الشرعي والقانوني والسياق التاريخي ما عندكش. الوغ كيفاش بغيتي تنكر هذه المسألة؟ ولهذا أدعو إخواننا الكرام على أنهم يناقشوا هذه المسألة هذه بروية وواحد الثبات وكذا. احنا قلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الشعار ديال المسلمين وهذو الشهادتين. وعندنا شعار آخر ثاني في المغرب: الله الوطن الملك. ورفعت الجلسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه واحد المسألة، البارح كنت في واحد اللايف ديال واحد الصديق ديالي أعزه وأقدره وأحترمه، تنتبادلوا بيناتنا داك الحب والود. لايف تيك توك محترم، تنتكلموا على المسائل العقدية، مسائل في الدين وما جاء في أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتلو البينات من محكم التنزيل. وهذا صاحب اللايف واحد الرجل اللي نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا، فأنا من ندخل دائما ندخل عنده صديق ديالي تنتبادل، لقيت عنده واحد جوج ديال الإخوان محترمين صراحة وتناقشوا الشهيد السنوار، البطل السنوار، الشهيد هانية، القداسة ديالهم وكذا إلى آخره. أنا من طبعي ما تناخدش الأمور وهي بالصفة الشادة ديالها، ولا سيما بحال هاد المواضيع اللي هي حساسة شوية. أنا قلت له شوف نحطوا الموضوع ما تنشوفش أنا عند رجلي، تنشوف بعيد، فإلا غادي تاخدني على لي جيغ قرا الأفكار ديالي،
عندك واحد من جوج، لا نديدو، اما تقراني واما ما تقرانيش. فانا قلت له علاقتنا بالفلسطين علاقه قديمه متجذره في التاريخ، وعطيته المثال، في السياق التاريخي. زين، عطيته مثال ديال صلاح الدين الايوبي، ولما ارسل له السلطان المغربي كتيبه مغربيه و3000 قطعه حديديه فيها رماح والسيوف والنبال، وبها باش فتح بيت المقدس، فادات جمعه طلع المنبر واثنى على المغاربه ودار حاره المغاربه. هذه القضيه اللي القصه معروفه. قال لك لا، احنا ما نبقاوش نهضروا على الماضي، خصنا الحلول الان، شنو غادي نديروا؟ قلت له اذا من تنولجوا لصلاه الجمعه كمؤمنين ومسلمين، والخطيب المجموعة يتناول ما جاء في أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الكرام، نقولوا لا حبس علينا داك الشيء قديم 12 القرن 14 القرن، اجي يقول لنا الحل دابا ونهضروا دابا. وبغى يدخل لي المسألة ديال هادو أنهم شهداء ومقدسين وخصنا نرفعوا الراية ونديروا ونفعلوا كذا. أنا ماشي ما تقبلتهاش، ولكن مثل هذا الخطاب أنا تنعرفو، فهمتيني، وما تنتميش ليه. ما تنتميش ليه. أنا مصلحة البلاد ديالي هي الأولى، الاقتصاد البلاد ديالي هو الاول، الامن ديال البلاد ديالي هو الاول، السياسه البلاد ديالي هي الاولى، التنميه في بلادي هي الاولى. عاد نشوف جهه واحده اخرى بكل صراحه، بغينا ولا كره. ولكن حنا ندين ما تفعله الاله العسكريه الغاشمه الصهيونيه في العزال، ابناء فلسطين الاحرار العزال، ما عندهم لا سلاح لا والو، هذا التذبيح وهذا التقتيل. وشوفوا هذا التنديد، هذا راه كاين من داخل اسرائيل، راه خص تعرف هذه المساله. هذا التنديد ضد هذه الاله العسكريه الفاسده راه من داخل اسرائيل. العالم كله يندد، البرلمان الاوروبي تيندد، كلشي تيندد. ما تجيش انت وتدخل ليا في الخطاب ديال الامه العربيه تا. ماذا فعلت مصر لاسرائيل؟ ماذا فعل سوريا والعراق وهذاك الشام كله لاسرائيل؟ لكن المغرب فعل. ماذا فعل بليطو استسمح، ماذا فعل لفلسطين؟ لكن المغرب فعل الكثير لفلسطين، مساندة قديمة ضربة في قدم القدم، وعلاقة قديمة وعلاقة قوية ورباط متين ما بين الدولة المملكة المغربية وفلسطين. ولكن ما بغيتيش تقرا هادشي، ما بغيتيش تشوفو. اذا هذا الخطاب هذا الاخوان، انا اوصي الاخوان على انه الى اعتقدت على ان القداسه والشهيد وهذه، هذا خليه اختصاص ديالك. حنا نترحم على جميع المسلمين، رحم الله المسلمين جميعا اينما كانوا واينما وجدوا، الشهداء او من غير شهداء. الله تبارك وتعالى امرنا بهذه القضيه، ورسول الكريم امرنا نترحم عليهم جميعا. وإنما الأمر لله تبارك وتعالى وحده تبارك وتعالى، والحكم لله ورسوله تبارك وتعالى. الشهيد عبد الله الأقاوي ماشي شهيد؟ ها؟ محمد بن علي الآتي ماشي شهيد؟ أبو الفضل الحسن السبتي الأندلسي الحصوبي القاضي عياض ماشي شهيد؟ القائم بالله محمد الشيخ ماشي شهيد؟ نبقى نعد لك في القادة المسلمين الأمازيغ المغاربة اللي رفعوا راية الإسلام وبناو الصح الإسلام، اللي باقين غاديين عليه إلى يوم الناس هذا، هادو ماشي شهداء؟ لكن هذا الغلو هذا ماشي لهاد الدرجة. حنا في الرباط وفي الدار البيضاء راه تنخرجوا مسيرات مليونية ضد البطش ديال الآلة الصهيونية الغاشمة متعدية. مسيرات مليونية على مرأى العين، تنشوف داكشي، وتيديروا في لي زانفورماسيون ديال القنوات ديال العالم كاملين. وراه ماتوا عندنا ناس في المغرب، لا في داخل المغرب ولا في الحدود المغربية ولا خارج المغرب. عمرك شتي عشرات الناس في شي منطقة أخرى هازين العالم المغربي وتيقولون ينددون وكذا وكذا إلى آخره ضد هذا.
ما غاديش تلقى. ولهذا الخطاب ديالك او الخطاب ديالكم نتوما اخواننا المغاربه المحترمين، انا تنقصد هاد الاخوان اللي تناقشت معاهم البارح وما عطاونيش مجال باش نتكلم. انا تنتكلم هنا في هذا، لقيت شويه ديال الوقت في هذا المنبر تنتكلم فيه، وربما نكون شوف الانسان يخطئ ويصيب. انا هذا الخطاب هذا تنوجهه الاخوان ديالي والداعمين ديالي والجمهور الكريم الذي احترمه، راه في القناه لا في اليوتيوب عندي ولا في التيك توك، وانا والله لا اعلم شيئا. يعطيونا يناقشوا معنا ويصيفطونا دي كومونتير، ربما احنا نخطئوا وربما نخلنا على صواب، ولكن انا رسعيت على ان نقول هذا الكلام هذا هنايا باش يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. وكذلك كان احنا انا شخصيا لا انتمي لهذا الخطاب، لا من بعيد ولا من قريب، ولا ادعمه. حنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أينما وجدنا، وهذوك المقدسات ديال المسلمين في العالم، أين وجد المسلم المؤمن في العالم مقدسات ديالو ليست حكرا على أحد ولا شي دولة معينة. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبره الشريف أو الكعبة أو مكة المكرمة أو المسجد الأقصى، خصك تكون عقلاني في الطرح ديالك. هؤلاء الناس اللي ذكرتي رحم الله المسلمين جميعا ماشي كانوا حراس على هذا المنشآت المقدسات الإسلامية، ماشي هما اللي بناوهم، ولهذا راه عنده ارتباط هذا الشيء. مابقاش تمرر لنا الخطاب بهذه الطريقة هذه في التيك توك لا، الحق الشرعي والقانوني والسياق التاريخي ما عندكش. الوغ كيفاش بغيتي تنكر هذه المسألة؟ ولهذا أدعو إخواننا الكرام على أنهم يناقشوا هذه المسألة هذه بروية وواحد الثبات وكذا. احنا قلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الشعار ديال المسلمين، وهذو الشهادتين. وعندنا شعار آخر ثاني في المغرب: الله الوطن الملك. ورفعت الجلسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.